ده أسهل وأخف غدا. في أقل من ساعة هنعمل أحلى طبق للغدا النهاردة. الفراخ بطريقة صحية وخفيفة جدا، وكمان المكرونة بطريقة جديدة ومتأكدة هتعجبكم. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. معايا هنا كيلو من الفراخ قطعته بانيه، هتبله بملح وفلفل جنزبيل بودرة توم بودرة وأي توابل موجودة عندنا للفراخ، ولو متوفر زعتر مجفف بيديله طعم ونكهة حلوة قوي. وطبعا ممكن نضيف التوابل اللي بنحبها. بعد كده هضيف حوالي معلقتين من زيت الزيتون، واكيد ممكن نضيف زيت عادي لو مش متوفر زيت زيتون. هبدأ اقلب الخليط ده كله مع بعضه مع الفراخ. هغلف الفراخ كويس بالخليط ده. زي ما انتوا شايفين انا مقطعاها رفيعة بالشكل ده، مقطعاها تقطيعة البانيه العادية، ودي احسن تقطيع عشان تستوي معانا اسرع زي ما قلت لكم. بعد ما تبلتها هسيبها على جنب في التتبيلة حوالي ربع ساعة لحد ما نسلق المكرونة. هجيب الحلة واحطها على النار في مية عادي من الحنفية، وكل اللي هعمله هرش عليها رشة ملح. واول ما تبدأ تغلي هحط عليها المكرونة اللي انا هستخدمها النهاردة. هستخدم المكرونة العريضة اللي هي السباكيتي العريضة او الفوتوتشيني. بعد كده هسيب المكرونة تتسلق، وهنا في الجريل على النار هبدأ اشوح الفراخ او اسويها. مش هشوحها، انا اسويها سوا كامل على النار من فوق. طبعا ممكن ندخلها الاير فراير وممكن ندخلها الفرن. انا هسويها على النار من فوق زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة تبقى النار عالية كويس جدا، وهنرصها بالتدريج، مش هحطهم كلهم مرة واحدة. هحط اول واحدة واستنى شوية واحط اللي بعدها. هحطهم كلهم زي ما انتوا شايفين. مليت الطاسة وهسيبها حوالي 3 دقايق على اول جنب، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني. هي مش هتاخد وقت كتير لانها زي ما قلت لكم متقطعة رفيع. ما نسيبهاش كتير قوي عشان ما تنشفش مننا. زي ما انتوا شايفين واخده لون وسوا حلو قوي من على الجنب الاولاني. هقلبها على الجنب التاني وهستنى شويه وههدي النار واسيبها تكمل سوا تماما. كده خلاص هي استوت، طريه جدا ومظبوطه في السوا. طعمها بيطلع خطير، لازم تجربوا الطريقه دي. هطلع كل الفراخ، وطبعا الكيلو هعمله على مرتين. بعد ما هسوي كل الفراخ بعد كده في طاسة تانية او حلة هنبدأ نعمل صوص المكرونة. حطيت في الطاسة معلقتين زيت زيتون مع معلقة من الثوم ومكعب كبير شوية من الزبدة. انا هعملها بصوص الزبدة وكمان الثوم. هبدأ اقلبهم مع بعض كده. انا استخدمت ثوم مجمد علشان كده هو لسه هيفك معانا على النار. ما تقلقوش، بيفك وبياخد لون حلو مش بيتحرق. هقلبه كده تقليب سريع مع الزبدة وزيت الزيتون لحد ما يبدأ ياخد لون اصفر. بعد كده هاخد من مية سلق المكرونة اللي انا سلقتها خلاص، هي اتسلقت كويس جدا. هاخد حوالي كوباية. انا ضفت اول نص كوباية وهضيف كوباية كمان، وهتبل بملح وفلفل بس. وفي اختياري جبنة بارميجان، لو مش متوفرة عادي ممكن نكتفي بالصوص ده. هنقلب كل ده مع بعضه كويس جدا، بس جبنة بارميجان بتديها طعم كده حلو قوي. هنقلب كل الصوص ده مع بعضه كويس جدا، واول ما يبدأ يسخن تاني كويس هبدأ احط عليه المكرونة. كده الصوص بتاعنا سهل جدا وبسيط وخفيف. حابين تعملوا مكرونة بأي صوص تاني طبعا دي حاجة اختيارية. انا الكمية دي استخدمت عليها نص كمية المكرونة. هستخدم نص كمية المكرونة، هسيبها على النار تغلي في الصوص ده. وعايزة اقول لكم بتبقى ريحتها خطيرة وبتطلع كريمي برضو، وهتعجب كل اللي هيجربها. خلاص كده انا حطيت نص كمية المكرونة. هديها تقليبة كده. طبعا ممكن نضيف بقى بقدونس او كزبرة اللي تحبوه، وهديهم كده تقليبة مع بعض. وكده خلاص طبقنا جاهز يتقدم. في اقل من ساعة عملنا احلى طبق للغدا. جربوا وصفتي النهاردة ومتأكدة هتعجبكم، متأكدة هتحبوها وهتعجب كل البيت. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم.